السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. في هذا الفيديو سنتحدث عن آخر أخبار المنتخب المغربي وتألق اللاعبين المغاربة في الدوري الأوروبي. أولاً، سنبدأ بخبر تألق يوسف نصيري، حيث نجح النجم المغربي في التسجيل والمساهمة في انتصار إشبيلية الكبير على إندهوفن الهولندي ب3 أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على أرضية ملعب رامون سانشيز بيزخوان في ذهاب الدور الفاصل من الدوري الأوروبي. ونجح النجم المغربي من افتتاح التسجيل لإشبيلة عند الدقيقة 45 من الشوط الأول، معتمدا على تحركه الذي تفوق من خلاله على مدافع الفريق الهولندي. وكذلك خبر التقاء مدرب المنتخب الوطني بإبراهيم دياز، والذي يتحدث فيه بأدق التفاصيل. من المرتقب أن يلتقي الناخب الوطني وليد الركراكي بلاعب إي سي ميلان الإيطالي إبراهيم دياز لإقناعه بحمل قميص المنتخب المغربي والانضمام إلى كتيبته في الفترة المقبلة. وذكرت قنوات بي إن سبورتس نقلا عن مصادرها داخل الروسونيري أن وليد سيلتقي اليوم بدياز لإقناعه بالانضمام إلى المنتخب المغربي. جدير بالذكر أن دياز لعب في الفئات السنية للمنتخب الإسباني إلى أن تم استدعاؤه للمنتخب الأول قبل عامين، حيث شارك في لقاء واحد مع لا روخا في مباراة ودية أمام ليتوانيا 4-0 سجل منها هدفا، فيما كان ضمن قائمة إسبانيا في تصفيات كأس العالم 2022 في مناسبتين، لكنه ظل حبيس دكة الاحتياط. ويقدم دياز الذي يحمل الجنسية الإسبانية كذلك أداء مميزا مع ناديه إي سي ميلان الإيطالي، حيث شارك في الموسم الحالي في 26 مباراة سجل خلالها 5 أهداف مقابل تمريرتين حاسمتين. وكان دياز قد خطف الأنظار خلال مباراة فريقه ميلان أمام توتنهام في ذهاب 8 نهائي دوري أبطال أوروبا، وسجل هدف الفريق الإيطالي ليقوده إلى الفوز على نظيره اللندني. وصلنا إلى نهاية الحلقة، كنتمنى أنكم استمتعتم بالمشاهدة. ما تبخلوش عنا بالضغط على زر لايك وكذلك الاشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد. شكرا جزيلا لكم.